السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهاردة بقى عظمة، هنعمل مع بعض حواوشي. اكيد طبعا مفيش حد فينا ما بيحبش الحواوشي، كبير وصغير بيموت في الحواوشي. عشان كده بقى جبتلكوا اسرار الحواوشي اللي هتخليه في حتة تانية معاكي خالص. تابعيني لاخر الفيديو علشان هنضيف مكونين للحواوشي هيودوه في حتة تانية خالص. بجد هيطلع معاكي احلى واطعم حواوشي عملتيه في حياتك، وانسي اي طريقة تانية انت عملتي بيها الحواوشي قبل كده. اللحمة هتفضل زي ما هي وكمان مش هتكش خالص، ده غير طبعا طعمه المسكر اللذيذ. ويلا تابعيني علشان نشوف مقادير الوصفة. يلا نصلي على الرسول ونبدأ بسم الله. ومعانا نص كيلو من اللحمة المفرومة، معايا معلقة كبيرة من الملح، وكمان معلقة كبيرة من القرفة، معلقة كبيرة من بهارات الحواوشي، معلقة كبيرة من الكمون، معلقة صغيرة من الفلفل، معلقة صغيرة من الجنزبيل. معانا كمان 3 بصلات كبار، ومعانا فلفل اخضر وفلفل احمر زي ما انت عايزة. هنفرم طبعا البصل في الكبة زي ما انت شايفاه كده، وعليه ممكن لو عندك قطعة من الدهن بنفرمها عليه زي ما انت شايفة كده. طبعا ما فرمناش الطماطمايه علشان هنشوف في الاخر هنعمل ايه. كمان معانا معلقة من الثوم المهروس ناعم جدا. وهنشوف المقادير دلوقتي. معانا الطماطمايه انا بشرتها بس، يعني ايه ما فرمتهاش مع البصل علشان ما تنزلش ميتها. معانا بقى بولة كبيرة هننزل فيها اللحمة وكمان البصل والفلفل المفروم زي ما انتي شايفة كده بالشكل ده. وكمان القطع تعالي بقى نشوف المكون. اول مكون عندنا هو معلقة الجزر المفروم، بتودي بجد الحواوشي في مكان تاني خالص. بس كده تاني مكون بقى تابعيني لنهاية الفيديو وانا هقولك ايه هو المكون كمان اللي احنا هنحطه على الحواوشي. هنضيف بقى البهارات زي ما انت شايفة كده. هنعطي بقى كل المكونات دي كلها كده مع بعضها، نعطيها كده عجنة محترمة لغاية ما تندمج كلها مع بعضها. تعالي بقى اما اقولك المكون التاني اللي هو معلقة الدقيق. المعلقة دي بقى بتمتص اي سوائل في الخلطة بتاعتنا. بجد المعلقة دي سحر يا جماعة، وبتخلي اللحمة كمان ما تفكش معايا. ضفنا بقى هنا معلقة الطماطم المبشورة او الطماطماية المبشورة، وهنقلبها بقى تقليب خفيف، مش هنعجن خالص علشان ما تنزلش المية بتاعتها ويبقى كله كده مية معايا. بجد الخلطة كانت جميلة جدا وشكلها حلو قوي وريحتها جميلة جدا وتفتح النفس. خلاص كده الطماطمايه اندمجت مع كل المكونات. هبتدي بقى ان انا احشي العيش بتاعنا. والعيش بتاعنا كان طبعا جاهز من اي فرن جنبك بيبيع عيش حواوشي، ولازم طبعا يكون طازة ما يكونش بايت علشان ما يكونش مفتول معايا ويدينا احسن نتيجة. هحاول بقى ان انا ان شاء الله افتحه من الجنب كده علشان احط فيه العجينة بتاعتي. لو وصلت معايا لحد هنا من الفيديو انزلي صلي في التعليقات على الرسول واضغطي لايك واشتركي في القناة وانضمي عشان تبقي معايا اخت من اخواتي الجمال على القناة. كده بقى خلاص هنعمل بقى القطع اللحمة اللي عندي كور زي ما انت شايفة كده، يعني اصغر من كرة التنس بحاجة بسيطة كده علشان بس ايديا ما يجيش عليها بقى خلطة وانا بحشي وكده. فالطريقة دي بتسهل لي جدا الحشو بتاعنا علشان ما فيش اي حاجة تتحروق على العيش ويبقى شكلها يعني مش ان شاء الله. الطريقة دي كانت جميلة جدا. والنص كيلو سبحان الله يعني ربنا بارك فيه كده، وعمل معانا 13 رغيف من الحواوشي، وكانت الحشوة جميلة جدا ومليان على الاخر والكل طبعا شكر فيه واتبسط بيه وطعمه كان جميل ولذيذ جدا. عملت بقى هنا 11 قطعة وكمان فاض معانا. حاولت بقى اظبط العيش وانا بحشيه كده، اللي كان عايز حتة كمان بقيت اظبط الدنيا. وكمان عمل معانا رغيفين، يعني عملنا 13 رغيف من النص كيلو لحمة. بعد بقى ما غسلنا ايدينا كويس بقى بنمسك كده قطعة اللحمة وبنحطها في رغيف الحواوشي كده، كله نظافة في نظافة.
بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كده خلصنا معانا كل الكمية. وده طبعا كان شكله بعد ما حشيناه كده. كنت ظبطت كل العيش وكل الدنيا كانت تمام، والعيش او الرغيف اللي كان محتاج كمان حتة من اللحمة حطيته وظبطت الدنيا كلها زي ما انتوا شايفين كده. جبنا بقى صينية ألومنيوم، او لو عندك اي صاج مش بيحروق الحاجة من تحت يعني، بنحط بقى فيها قطع من الدهن ورشة من الزيت كده زي ما انتوا شايفين، وبنرص بقى فيها الحواوشي بتاعنا، وعليه كمان دهنة من الزيت من على الوش كده. هي طبعا ملهاش داعي، وكده كده الدهن بينزل الزيوت بتاعته وبيديه طبعا طعم لذيذ جدا. وده طبعا بوريكم اول صينية كده بعد ما طلعتها، بجد كان شكلها يفتح النفس، بس كانت سخنة جدا. ايه رأيكم بقى في الحواوشي بتاعنا؟ بجد كان جميل جدا ومظبوط، والملح مظبوط والبهارات مظبوطة، وكمان ما كترناش بهارات كتير علشان ما تضيعش طعم اللحمة. وده بقى شكله من جوه كان سخن جدا بصراحة، ما كنتش عارفة امسكه بايدي، اللحمة زي ما هي بالظبط، ما كشتش ابدا، وبجد كان طعمها زي الفل. يلا بقى مستنية ايه؟ انزلي اضغطي لايك واشتركي في القناة علشان يوصلك كل فيديو جديد بنعمله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.